الناس كلها بتشجع كرة القدم او بتتابع كرة القدم او بتحب كرة القدم بسبب نادي هي بتشجعه او لاعب هي بتحبه. لكن انا على عكس كل الناس، انا بحب كرة القدم وعندي شغف كبير جدا بيها بسبب عبقرية كابتن خالد بيومي. كابتن خالد بيومي اللي بيثبت دايما ان انا وجهة نظري صح، وان الكلام عن كرة القدم وتشجيع كرة القدم فن وموهبة زي اداء كرة القدم بالظبط على المستطيل الاخضر. يعني مثلا لما تسمع كابتن خالد بيومي وهو بيتكلم عن اي مباراة سواء قبل المباراة او بعد المباراة، انا بالنسبة لي ممكن يكون كلامه امتع من المباراة نفسها، لان انت بتسمع كابتن خالد بيومي وهو بيشرح لك كل حاجة في المباراة، مش بس بيتوقع نتيجتها او ممكن ان هو يتوقع نتيجتها، لا ده ممكن يتوقع لك كمان كل مجريات المباراة وبتشوف ده بعينك على ارض الملعب. وكمان فكرة ان هو التحليل الفني لاي مدرب والتحليل الفني لاي لاعب، بتبقى مستمتع وانت بتتفرج على المباراه وفي ودنك وفي دماغك كلام كابتن خالد بيومي. شيء فعلا عبقري وموهبه ما شفتش لها مثيل ابدا ابدا ابدا. ويمكن اكتر حاجه احترمتها في كابتن خالد بيومي هو دايما بيتكلم ان انت عشان تقدر تتكلم عن اي لاعب او عن اي مدرب او عن اي خطه لعب لازم يكون عندك فعلا المعلومه دي. في شيء بيكون فيه احترام لعقليتك انت، وان انت عايز فعلا تقدم شيء محترم للناس، وكمان بيكون فيه احترام لعقليه المشجعين اللي بيتابعوك او عقليه اغلب مشجعين الكره اللي بيتابعوك. ويمكن كان نفسي اقول ان انا مثل الاعلى كابتن خالد بيومي، لكني اقل من كده بكتير جدا. لكن نفسي في يوم من الايام طبعا اقول الكلمه دي واقول ان مثل الاعلى كابتن خالد بيومي، واقول ان انا نفسي في يوم من الايام فعلا اكون زيه. واكتر حاجه بحبها في كابتن خالد بيومي واكتر حاجه اتعلمتها منه ان اتعلمت منه ان ازاي اكون حيادي، وان ازاي احب كره القدم لكره القدم، وان ازاي احب الموهبه واستمتع بيها حتى لو كانت في النادي المنافس ليا. ويمكن اكتر صدفه تجمعني بكابتن خالد بيومي هو اني بشجع نادي الاسماعيلي زي كابتن خالد بالظبط، على الرغم ان احنا الاثنين مش من مواليد اسماعيليه ومش من سكان اسماعيليه، لكن بشجع نادي الاسماعيلي. والحاجه الاخيره ان اسمي خالد.